الكيلو ب 22 يا اسطى. زيت الطعام المستعمل الكيلو طب ما تيجي نشتري منه 2 كيلو ونشتغل بيهم في الفيديوهات يا اسطى احنا اللي تعويض يا اسطى. المصداقيه المصداقيه. وبعدين ده بيشتري مش بيبيع، انت فاهم غلط. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده الاخ جون اللي ورا الكاميرا فضل يقول لي يا معلم يا معلم، جاوبتني وبقيت حرامي يا معلم. فضل يقول لي عمال تنزل حاجات لرمضان، رمضان جه رمضان راح، حلقه رمضان مش عارف ايه. قال لي ما فيش حاجه لاخوك جون، احنا في صيام يا كابتن بقى وعايزين نتدلع كده. قلت له والله ما انا مزعلك. قمت ضارب له واحده، خد كفته من غير كفته. ايه خد كفته من غير لحمه. هتقول لي عملتها ازاي دي يا هبده؟ هقول لك كمل الفيديو الاخر وانت هتعرف. شايفك يا لئيم يا اللي عايز تهرب من اول ثانيتين، ها انزل اعمل لايك حالا بالا يلا. ايه تنفع للنباتيين، تنفع للمسيحيين اللي صايمين برضه عشان ما فيهاش اي مكون حيواني. حتى خلطه الكفته فيجيتيريان اللي هي نباتيه يعني، فاهم؟ من غير رغي اكتر من كده خلونا نبدا في الوصفه على طول، ويا رب تعجبكم. هي كده كده هتعجبكم، لازم هتعجبكم. واول حاجه معانا بقى في طاسه كده ننزل بشويه زيت، ننزل عليها بصله متقطعه مكعبات كده، بصله وسط ننزل عليها، نديها تشويحه 5 دقايق ونرجع لكم تاني. بصوا بقى يا سيبوني الفيديو النهارده ايه، عايزين نبعد عن كل اللسعات اللي انا بتلسعها ديت عشان انا شيف كبير قد الدنيا. عيب يعني ان انا كل مره اتلسع وشكلي قدام الناس شيف ومش شيف وبتاع، كل مره اتلسع لا يا جو. وده الشكل اللي احنا وصلنا له بعد 4 دقايق على نار اعلى من الوسط بسيكه صغيره قوي، وده بالظبط اللي احنا عايزين نوصل له. ويلا بقى بينا نرجع على الاوضه ونشوف بقى المكونات مع بعض. دلوقتي يا جماعه بعد ما عملنا البصله بقى وشوحناها سيكه بسيطه، اول مكون واهم مكون معانا اصلا عدس اسود. عدس اسود يا اسطى، اسمه عدس بجبه. انت عبيط يا اسطى. عدس بجبه. هتقول لي دول قد ايه؟ هقول لك دول كوبايه حوالي بتاع 150 جرام تقريبا، وحطيتهم ساعه ونص يتسلقوا على نار هاديه لحد ما نفشوا معاه بقوا قد كده. ننزل بقى بيهم في الكبه الجميله بتاعتنا. اهم حاجه بس يا جماعه تكونوا مصفينه من الميه على قد ما تقدروا، عايزينها تبقى جافه خالص. وهننزل عليهم بقى بالبصل اللي احنا عملناه، وعليهم بقى معانا نص ربطه بقدونس تنزل برضو عليهم كده. وننزل بقى على الكلام ده كله بنص كوبايه بقسماط ناعم، اللي نصها طار بره الكبه اصلا ماشي. وننزل بقى على الحاجات دي كده كيس من خلطه الكفته، اي نوع موجود عندك عشان بس يديها الطعم. انزل بالكيس كله، واقفل بقى يا معلم الكبه بتاعتك كده وابدا افرم. طب وده يا جماعه كده الشكل النهائي بعد ما عملناها. بقت عامله كده بعد حوالي 3-4 دقايق من الفرن، بقت عامله كده. ننزل بقى في البوله بتاعتنا كده ونبدا نكونها على شكل الكور. ننزل كده، هي مبدئيا كده خلطه الكفته عامله شغل. بعد ما نزلنا بقى في البوله بتاعتنا هنبدا نشكلها معانا على شكل كور كده عشان تبقى كفته يعني من غير كلام. هلا قول لي يا اسطى، ايه قلب اللاست؟ هو انت يا حبيب قلبي هتحط الكفته اللي انت بتكورها دي فين؟ طب يا جماعه ده شكل الكوره بتاعتنا. نخش على المطبخ نكمل عشان ما عنديش حاجه ارص عليها بقى ونرجع لكم تاني. وده الشكل اللي احنا وصلنا له بعد ما فضلنا نكورهم شويه حلوين كده. لو انت مش متابعني من الاول وشايف ان انا عاملها بعدس، انت هتقول وش ان ديت معموله بلحمه صافي. وما تنساش بقى تتابع الفيديو الاخر عشان المنظر والطعم في الاخر هيبقوا حاجه تانية خالص. في الطاسه بقى مكان البصل ننزل نديها وش تحميل عشان تبقى ماسكه نفسها معانا. بقول لك ايه، خد كله بالبركه. خدهم كده بالبركه انت ورزقك بقى يلا. طب يا جماعه بعد حوالي دقيقتين كده الزيت نشف مننا عشان ما تتحرقش، بس احنا نازلين بنقطه زيت كده حاجه كده خفيفه بس عشان ايه ما تتحرقش مننا. بعد ما حمرنا بقى الكفته ديت شويه معانا عصير طماطم ننزل بيه في نفس الطاسه الجميله بتاعتنا، وننزل عليه بمعلقه صلصه. وننزل بقى يا معلم ايه بمعلقه ملح صغيره كده. وننزل بقى اخر حاجه عليهم بمكعب مرقه لحمه، اي نوع مرقه بس اهم حاجه يكون مرقه لحمه برضه عشان الطعم. نحطها كده عشان يدوب كويس مع الطماطم. وانزل بقى على الكلام ده كله بنص كوبايه ميه. اهم حاجه بس ايه، قلب الكلام ده كله كويس جدا كده وسيبها بقى 5 دقايق على النار عاليه تتسبك كويس. بعد كده ننزل عليها باللحمه. طب بص بقى، بما ان احنا ما عندناش صبر وكده فاحنا شايفين انها كده تمام قوي. وننزل بقى الكفته بتاعتنا، ننزل كده اهو اديها تقليبه بقى يا معلم كده، ونوطي النار بقى عليها تبقى نار هاديه خالص كده. عايزين نسيبها لمده ربع ساعه مثلا، وغطوها وادوها تقليبه كده مثلا كل 5 دقايق كل 4 دقايق عشان ما تحرقش منكم. هنسويها بقى ونرجع لكم تاني.
دلوقتي بقى احنا رجعنا لكم في الاستوديو الجميل بتاعنا. ها الاستوديو ماشي. استوديو. انا كهبداوي وعاملها بقول لكم ان انا لو مش انا اللي عاملها من شكلها وريحتها انا كنت افتكرها لحمه اصلا. يعني بصوا يا جماعه الشكل، بصوا الشكل يا جدعان، حاجه من الاخر. ندوق بقى سوا كده ونقول لكم طعمها ايه، بس يعني انا متفائل. نبدا بأنهي حته؟ انا متكيف ناو، انا متكيف ناو. لو انتوا عاملينها لحد ان هو ما يعرفش انها عدس اصلا مش هيحس باي فرق خالص. يعني انا كفادي هبداوي مش هحس بفرق غير لو انا بقارنها فعلا وفي جنبها حته لحمه، كفته لحمه حقيقيه، لكن وهي كده فعلا محدش هيحس بالفرق. مش لازم تدوق، كلها بتاعتي. مفيش الكلام ده يا ابو عمرو. ايام تايرد اوف ذيس شيت، لازم اخد مجهودي. اقنعتني، امسك يلا. تستاهل حته كفته. حته يا مفتري. حسبي الله ونعم الوكيل. حته صغيره. حته كمان. حسبي الله ونعم الوكيل. يا لهوي يا اسطى، يا لهوي يا اسطى، ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت قمت من على الكرسي ليه اصلا وبتتنطط؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده جامد قوي يا اسطى، مش بهزر، ده ايه ده؟ طب هو انت سبت الشوكه، معنى كده انت شبعت. لا يا اسطى احنا قعدنا ناكل ونسينا صوره الصمنيل اصلا. يا ترى انت كفته وعامل نفسك عدس، ولا انت عدس وبيت كفته، ولا انت ايه يا اسطى؟ هو انا حطيت فيك لحمه من ورايا؟ هو ازاي بالطعم ده يا عم انت؟ يعني ايه يعني عدس بس طعم لحمه؟ يعني ايه يعني طعم لحمه بس انت عدس؟ يعني ايه يعني؟ كده فيديو النهارده يا جماعه يكون خلص، اتمنى يكون عجبكم. وبقى ايه، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتشير الفيديو بقى وتدلعني كده زي ما انا مدلعك يا جدع انت. ده انا جايب لك كفته من غير لحمه يا جدع انت، استخسر فيها لايك عيب. مش مكمل لكم، مش هعمل لكم حاجه تاني خلاص. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب زي ما هو قال لكم كده. هوريكم في المونتاج تبقى عامله ازاي. لو طلعت وحشه ورينا الفيديو واجيب غيره بقى. كالعاده لو انت عندك افتكاسات جديده او هبدات او اي تجربه فاشله عايز تجربها وخايف تولع في نفسك وفي بيتك، تعالى قول لي، انا هبداوي وكالعاده انا هجربها واولع في نفسي وفي بيتي وفي هذا الاخ عشانك. بس كده، نشوفكم الفيديو الجاي، سلام.